السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جثة بيلاقوها موجودة في نهر مفيش عليها أي آثار عنف أو اغتصاب أو أي حاجة تقول الوفاة دي حصلت إزاي. ولما عرفوا هوية الجثة اتضح إن صاحبتها اختفت بطريقة غريبة من أكتر من شهرين. القضية كل حاجة فيها ملهاش تفسير، وحتى الأسئلة ملهاش إجابات. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. سنة 1984 اتولدت كايلي لودر مع أخوها التوأم كولتون في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. كايلين دخلت مدرسة لهاي الثانوية في ولاية يوتا، وبعدها انتقلت لجامعة يوتا واتخرجت منها سنة 2006 وتخصصت في علم الاجتماع. واشتغلت بعد ما اتخرجت مرشدة اجتماعية في واحدة من المدارس الثانوية، بخلاف إنها كانت بتشتغل جليسة للحيوانات الأليفة من خلال إحدى المواقع الإلكترونية. تايلين بشهادة كل اللي يعرفها شخصية لطيفة ومرحة وبتقدر تكون صداقات مع كل الناس، ده غير طموحها الكبير في شغلها وحبها للحيوانات ولركوب الخيل. وبكده نقدر نعرف إن حياة كايلين كانت مستقرة ماديا ومعنويا، وبتعيش حياة سعيدة بشكل عام. لكن بعد فترة والأسباب غير معلنة كايلين بتفقد شغلها في المدرسة، وبعدها بوقت بسيط بتفقد شغلها التاني في رعاية الحيوانات. كايلين في الوقت ده كانت عايشة في سكن واحد مع سوزانا صديقتها من مرحلة الطفولة، واللي كانت بتشتغل في صالون تجميل. والنقطة دي مهمة جدا وهنرجع لها بعدين. كايلين في الفترة اللي كانت قاعدة فيها من غير شغل بدأت تسعى إنها تطور من نفسها ومن سيرتها الذاتية، وبدأت تاخد دورات في مجالات مختلفة، وكانت بتقدم باستمرار على وظائف كتيرة. لكن للأسف كل ده كان من غير أي نتيجة. وخلينا عارفين إن الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية من غير شغل بتكون صعبة جدا، وممكن في أي لحظة تحول صاحبها لشخص عدواني ومشرد. لكن كايلين قدرت تعيش الفترة دي من غير أي تحول في سلوكها أو تصرفاتها. بس للأسف الهدوء ده ما استمرش كتير، وبدأت حياة كايلين تاخد اتجاه مختلف تماما. فبنلاقي إن في يوم 26 سبتمبر سنة 2014 وعلى الساعة 9 مساء كايلين بتتصل بالطوارئ وبتقول في اتصالها إنها سمعت صوت إطلاق نار في النادي الليلي الموجود قدام بيتها، وسمع كمان صوت صراخ خارج من النادي الليلي. الشرطة بعد الاتصال وصلت لمكان البلاغ، واتضح إن في حفل زفاف في النادي الليلي، بس مفيش أي أثر لإطلاق النار ولا أي آثار عنف داخل المكان. وبعد ساعة تقريبا وعلى الساعة 10 مساء في نفس اليوم كايلين رجعت تاني واتصلت بالطوارئ 911، لكنها قفلت السكة على طول. وده خلى الموظف المسؤول يرجع تاني ويتصل بيها، وكايلين ردت عليه بإنها سامعة صوت غريب تحت شباك أوضتها، وكان باين على صوتها الخوف والارتباك، لدرجة إنها ما كانتش قادرة تفتكر عنوانها. بس قالت إنها عايشة مع صديقتها سوزانا، وإن هي اللي طلبت منها تقفل السكة، لإنها شايفة إن كايلين بتتخيل سماع الأصوات دي. وعلشان بتحب صديقتها قطعت الاتصال علشان ما تسبب لهاش أي مشاكل. بس تفتكروا الموضوع انتهى لحد هنا؟ بالعكس، دي كانت البداية. تاني يوم وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 2014 وعلى الساعة 6 الفجر كايلين اتصلت تاني بالطوارئ على رقم 911، ودي كانت المكالمة الأخيرة. كايلين قالت في المكالمة إن في أشخاص مجهولين اقتحموا بيتها، وإنها خايفة ومرعوبة. ولما سألوها عن عنوانها ردت وقالت لهم على العنوان. رجعوا تاني سألوها هل في حد من الأشخاص اللي اقتحموا البيت انت تعرفيه؟ قالت لهم لا، بس أكيد جايين يسرقوا حاجة ويمشوا. سألوها تاني انت لوحدك في البيت؟ قالت لهم لا، أنا معايا صديقتي سوزانا. سألوها تاني هل في أي مباني أو بيوت حواليكم؟ قالت لهم في حوالي 6 مباني. وفي اللحظة دي بيظهر صوت صديقتها سوزانا، وهي بتقول لكايلين انت بتتخيلي ان في حد اقتحم البيت، الابواب كلها مقفولة كويس. لكن كايلين ردت عليها بانها سمعتهم كويس، وصرخت وقالت اخرجوا من البيت. كايلين بعدها قالت للطوارئ ان امبارح كان في شخص بيراقبها من شباك اوضتها، وممكن يكون عارف طريقة يدخل بيها البيت. واستمرت المكالمة بان صديقتها سوزانا رافضة اللي بتقوله، وكايلين مصممة انها سامعة صوتهم في البيت. وفي النهاية انتهت المكالمة بإن الطوارئ قالت لهم إن المساعدة في الطريق. تفاصيل المكالمة بتوضح إن كايلين كانت واعية جدا لكل حاجة بتقولها، عنوانها ورقم تليفونها وعدد المباني الموجودة حوالين البيت، كل حاجة. لكن المهم إن الشرطة لما وصلت ملقتش أي دليل موجود على اقتحام البيت. وبعد ساعات وفي نفس اليوم وعلى الساعة 3:30 مساء كايلين خرجت من البيت وهي حافية ولابسة شورت قصير،
وقت سقوط المطر، وبعدها اختفت تماما. كاميرات المراقبة سجلت خروج كايلين من البيت وهي بتجري وكأنها في مطاردة مع حد، بس ما كانش ظاهر في كاميرات المراقبة. وبعدها الكاميرات رصدتها وهي بتجري وخارجة من ورا صخرة ضخمة وكأنها بتهرب من حاجة. وفي مقطع تاني ظهرت وكأنها بتتكلم مع شخص واقف ورا الصخرة. وآخر حاجة الكاميرات رصدتها هي خروج سوزانا صديقتها وهي لابسة ملابس سودا وحذاء لونه أصفر، وركبت عربيتها ومشت راحت شغلها. سوزانا في التحقيقات قالت إنها في البداية فكرت إن كايلين راحت تزور أهلها، لكن اتفاجئت إن تليفونها ومحفظتها موجودين في البيت، وكمان عربيتها موجودة بالرغم من إنها أخدت مفتاح العربية. وبعد ما عدى كذا يوم وكايلين ما ظهرتش، سوزانا اتصلت بأهلها وبلغوا الشرطة عن اختفاء كايلين. وبعد البلاغ بدأت عمليات البحث عن كايلين في كل مكان، وتم توزيع أعداد كبيرة من المنشورات داخل وخارج المدينة، لكن كل المحاولات دي ما جابتش أي نتيجة. وبعد شهرين من البحث، واحد من عمال تنظيف الأنهار بيلاقي جثة موجودة في نهر جوردن، وتحديدا تحت جسر النهر البعيد عن بيت كايلين بحوالي 6 أميال. الجثة كان باين منها جزء بسيط عايم على وش المية، وواضح إن بقالها وقت طويل موجودة في المية. وبعد استخراج الجثة اتضح إنها جثة كايلين. بعد خروج جثة كايلين من نهر جوردن، جه دور التشريح لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة. وخلال انتظار التقرير النهائي للتشريح، حاولت أسرة كايلين إنهم يحولوا القضية لقضية رأي عام في الشارع الأمريكي كله. لكن الغريب إن في الوقت ده بيظهر صحفي وبينشر قصة مأساوية عاشتها عيلة كايلين من كام سنة. القصة دي أحداثها بتدور في 27 فبراير سنة 2009، وكانت عن كولتون أخو كايلين التوأم وهو في منزل عمه جيفري. كولتون كان مدمن مخدرات واتورط قبل كده في عمليات سرقة علشان يجيب فلوس يشتري بيها المخدرات، وكان عمه جيفري طول الوقت بيحاول يساعده إنه يتخلص من إدمانه ده، مع إن اتضح بعد كده إن جيفري هو كمان مدمن من نفس مادة المخدر. وفي يوم 27 فبراير، واحد من الجيران اتصل بالشرطة وقال إن في خناقة كبيرة بين جيفري وبين ابن أخوه كولتون، وانتهت إن كولتون قتل عمه جيفري ب3 طلقات وبعدها سلم نفسه. كولتون اتحكم عليه ب5 سنين سجن، وكانت كايلين أخته داعمة ليه وأكتر واحدة وقفت جنبه في المرحلة دي. القصة دي بعد ما اتنشرت تاني، كتير حاولوا يربطوا أحداثها بتصرفات كايلين قبل اختفائها، وهو إن كايلين في آخر مكالمة ليها مع الطوارئ قالت إن في أشخاص اقتحموا البيت علشان يسرقوا حاجة معينة، وإن ده حصل قبل كده مع أخوها كولتون واتورط في عمليات سرقة. وتاني حاجة إن كايلين قالت قبل كده في مكالمة ليها مع الطوارئ إنها سمع صوت إطلاق نار جاي من النادي الليلي، وإن دي نفس الطريقة اللي قتل بيها كولتون عمه جيفري. ربط الأحداث دي ببعضها اتفسر بإن كايلين كانت بتعاني من صدمة قديمة، وجه بعدها صدمة فقدان شغلها وعدم حصولها على فرصة عمل جديدة. كل ده نتج عنه حالة من الذهان، بمعنى إن كايلين بقت بتعاني من هلاوس ناتجة عن أحداث حصلت في الماضي. وده خلى ناس كتير تقرر إن كايلين كانت مختلة عقليا، وأكدوا على كلامهم ده من خلال تصرفاتها في مقاطع الفيديو اللي سجلتها كاميرات المراقبة يوم اختفائها. بس في الحقيقة لو دورنا في تاريخ كايلين النفسي، فهنلاقي إن سجلها خالي تماما من أي أمراض نفسية. وما ننساش إنها خريجة علم اجتماع، وحتى خلال الفترة اللي كانت فيها من غير شغل كانت تصرفاتها طبيعية، ومحدش لاحظ عليها أي تصرفات غريبة غير قبل اختفائها بيوم واحد بس. وحتى لو افترضنا إن كايلين كانت مدمنة مخدرات، فهنلاقي إن التقرير المبدئي لتشريح جثة كايلين أثبت إن الجسد خالي تماما من أي عقاقير مخدرة أو حتى دوائية. بس لو كايلين فعلا ما عندهاش أي أمراض نفسية ومش مختلة عقليا، طب يبقى إيه سبب تصرفاتها الغريبة سواء في مكالماتها للطوارئ أو في الفيديوهات اللي رصدتها كاميرات المراقبة؟ وفي نفس الوقت ظهرت آراء تانية بتقول إن التوتر اللي كانت عايشاه كايلين بسبب فقدان شغلها خلاها خايفة من أي حاجة، زي سماعها لإطلاق النار في النادي الليلي. والحقيقة إنها كانت ألعاب نارية عادية في حفل زفاف، لكن التوتر خلاها تتصور إنه صوت إطلاق نار. وحتى مقاطع الفيديو اللي الشرطة سمحت بنشرها كلها كانت عبارة عن مقاطع غير متصلة، ومفيش مقطع واحد يبين الأحداث بصورة كاملة. وعلى الرغم من كل الافتراضات دي، إلا إن مفيش تفسير واحد قدر يحدد سبب تصرفات كايلين أو سبب اختفائها. بعد الانتظار حوالي شهرين، بيظهر أخيرا التقرير النهائي للتشريح، واللي قال إن الجثة مفيش عليها أي علامات ضرب أو كسر أو طعن، ولا حتى آثار مخدرات أو كحول. والتقرير أظهر إن الوفاة بسبب الاختناق نتيجة الغرق. بس السؤال البديهي هنا هو إن إزاي جثة كايلين وصلت للمية
بالرغم من إنها عايشة في منطقة سكنية وزحمة على مدار اليوم. وللعلم إن في ساقية موجودة ورا بيت كايلين وبتنتهي في نهر جوردن. طب لو افترضنا إن كايلين وقعت في الساقية وبعد كده جرفتها المية قبل ما تبقى جثة هامدة، فكان لازم هنلاقي أي آثار لكدمات أو كسر في عظامها، وده مش موجود. ولو افترضنا إن كايلين انتحرت، طب إزاي الجثة اتحركت 6 أميال من غير ما تتعرض لأي جروح أو كدمات؟ وحتى لو كايلين اتحركت لحد نهر جوردن وبعد كده رمت نفسها، فأكيد كان أي حد هيلاحظ تحركاتها في الطريق، وخصوصا إن المسافة مش بسيطة. وبرضه لو افترضنا إن في شخص استدرجها لخارج البيت، وإن هو اللي كانت كايلين بتطارده في الفيديوهات بس ما كانش واضح، وإن ده معناه إن كايلين اتقتلت، فهل معقول إن القتل يكون من غير أي ضرر على الجثة؟ ما أعتقدش. والغريب هنا هو إن إزاي سوزانا صديقتها محدش فكر إنها ممكن تكون السبب، وإن هي اللي خلت كايلين تشك في نفسها وبعد كده رتبت طريقة وفاتها. بس برضه الله أعلم. الحقيقة إن القضية غريبة ومعقدة، وزي ما قلت في البداية إن كل الأسئلة فيها ملهاش إجابات، سواء تصرفاتها أو اختفائها أو حتى وفاتها. يهمني أعرف رأيكم في التعليقات، وإيه هو التفسير الأقرب لكل الأحداث دي. وفي النهاية، لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل حكاياتنا أول بأول. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.